وانت نفسك تراكي قبل المباراه اكدت على ان المجموعه ومصلحتها من مصلحه فوق مصلحه الفرد. ايوه عارف، ما انا بقول لك ده السنس اللي بيبقى عند المدرب واللعيب. النجم الاول او السوبر ستار بتاعه بالعلاقه ما بيه علاقه حساسه شويه، فيجي يقول له القاعده ان انت لا تمثل، بس لكل قاعده استثناء. الاستثناء بتاع النهارده كان لازم يتنفذ، الا وهو تعالى جنبي. ليه؟ انا قلت لك هو واقف بيلعب على الواقف، ما عملش سبرنت، ما بيحاولش، فتعالى جنبي انت شويه. تعالى انت والناس اللي نزلتك ناحيه الشمال، اللي اصلا مركزك اللي انت تجيد فيه اللي ناحيه اليمين عشان السوبر ستار بتاعك، تعالى العب مكانك تعمل خطوره. ده الحل. اجي تانية بقى، حاجه تانية مهمه قوي قوي، ما ينفعش في كره القدم فرقه كبيره تبقى شوط اول 10 من 10 والشوط الثاني 1 من 10. ايه ده التباين الكبير ده؟ ايه ده؟ لا، ما ينفعش فيه في التفاوت كتير قوي ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. وبعدين الحاجات اللي انت كنت مميز بيها الشوط الاول اللي احنا اشدنا بيها التيكي تاكا لكن لا يمكن ان يكون هذا التراجع كله مبرر التراجع البدني، لا يمكن. هو جزء بس مش نسبة جزء كبيرة. انا والله اشوفها نسبة كبيرة. بس ما هو انا قلت لك يا كابتن رفيق انت اضرب مني، انت خبره واحنا عارفين ما يبقاش فيه 10 من 10، صح، 1 من 10، صح. لا كتير كتير. اللي كل بيميزك بيه الشوط الاول ما بتعملوش في الشوط الثاني. السهل اللي انت بتلعبه الشورت باص والحاجات اللي تحرك بدون كره ما شفناهاش، ولا كره في العمق ولا كره في اللي ماشي بيه في الشوط الاول تعمل عكسه في الشوط الثاني. ليه؟ ما هو التباين ده واضح، ومعاك الطقس وحش والضغط ودرجه الحراره والظروف، بس لعيب كان بيلعب لي 10 من 10 ينزل 1 و2 من 10؟ لا ما ينفعش. ومش 2 و3، لا الجميع نزل، الجميع ال8 9، واللي مش جاهزين لهم عذرهم، انما الباقي فين؟ واجي حاجه تانية مهمه قوي، ما ينفعش تدي الخصم هدايا. بنطالب لعيب كبير ولعيب محترم، ايه ضربه الجزاء فيها هديه خطا لا يغتفر. ما يبقاش الجيم متعقرب وصعب وتدي الخصم بتاعك هدايا. المهاجم كان ذكي في اللقطه جدا، بس ذكي. يعني استنى، هو هيجي بظهره، صح، هو هيجي بظهره مش خطوره، هو فانت تبقى هادي ومركز، مش تدي هدايا ضربه جزاء يجي عليك. الفرقه دي انجولا مع احترامي ليها لو ماذا قدمت بعد هدف التعادل؟ كان هناك وقت كافي للتغيير وللعوده في النتيجه. ماذا قدم المنتخب الجزائري في الشوط الثاني؟ كيف تعامل جمال بالماضي ما بعد هدف التعادل؟ لا هنا بس عشان ضربه الجزاء مهم، هو بظهره، هو بره المرمى ليس خطير، لكن أيوة. لكن اللاعب ما شافه اصلا انه جاي. لهذا اقول لك يمكن كان لازم التكلم باللاعبين اكثر، يكون عنده رده فعل اسرع من هذه. بس يعني هديه يا رفيق، دي هديه، صح هديه، لكن صعب التعامل معها كلاعب صراحه. يعني ما تشوفش اللاعب من خلفك انت في تردد تشتت الكره ولا توقفها، يعني ولكن توافق بالراي انه هديه صراحه، هديه. المنتخب انجولا ده الفرقه دي لو لعبت 3 ساعات من غير ضربه الجزاء مش هتسجل. ما بيقولوا له في الاتحاد السكندري مقطع الدنيا، يا هديه ركنيه لانه كره تقويين، وثاني هداف الدوري المصري. انما زي ما قلت لك، فالحاجات اللي المفروض المدرب في الشوط الثاني تغييراته تحسن فرقته، انجولا حسنت تغييراته، حسنت. الجزائر لا، الاسباب اللي انا قلت لك عليها يا مهند. فلعل تكون البدايه نوعا ما تتعلم منها. يعني شفنا التباين الكبير ما بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر، نفس السيناريو، بيحصل تقدم وشوط حلو اول نوعا ما، والشوط الثاني بيحصل في تراجع كبير، مش تراجع، تفاوت كبير والتباين كبير. لدي تفاعل مع كوما، وربما يرى البعض فيه الكثير من الدراما. قام ب5 تغييرات جمال بالماضي فيما يتعلق بالحاله البدنيه، ولم يتغير الحال. 5 تغييرات ولم يتغير الحال على المستوى البدني. اولا انا بلايلي استنى عليه شويه، هو كويس وفايق معاك انه ما بيلعبش مش قبل البطوله، انما الفورمه بتاع المباراه نفسها ماشي كويس ولا لا، حالته البدنيه انا كان وجهه نظري، هو ادرى مني برضه، كان يستنى عليه شويه. اجي لحظه، بلايلي ولا بونجاح؟ الاثنين بونجاح يستنى عليه شويه، وبلايلي يستنى عليهم شويه لانهم كويسين والخطوره بتاعتهم متفاهمين مع بعض. سليماني نزل حسينا بخطوره،
لا ما حسناش، لانه عاوز كروسات شمال ويمين ما اتعملتلوش، فما بقاش في عرضيات، فدول استنى عليهم شويه. اجي لرياض محرز، احيانا انا قلت لك الفكر بتاع المدرب نجمه الاول يقول لك يعمل لي الفرق في اي لحظه، هو وحش وبيلعب على الواقف، بس هو فكره انه في اي لحظه يجيب لك حاجه، يجيب جول، يعمل حاجه، بس مش في كل الاوقات، مش في كل الاوقات. النهارده المباراه تقول لي لا انا لازم اغير محرز، النهارده تقول لي المباراه لازم اغير، لكل قاعده استثناء. القاعده النجم استنى عليه، الاستثناء بتاع النهارده هو بيلعب على الواقف، ما عملش سبرنت، فتعالى تشد قرصة ود، انزل يا الناس، العب على مركزك الاساسي ناحيه اليمين وخش في العمق عشان تعمل خطوره. هل من تعليق فيما يتعلق بما تحدثت عنه قبل الفاصل؟ هي العمليه مش نفسيه، انا ما اتفقش معاك يا مهند مع دي، ما فيش صدمه، هو في اقول لك ايه اللي حصل بعد الهدف الثاني. هو دخل في لعب انجولا، هو ما فرضش لعبه، ما فرضش اسلوبه، لعب كور طويله والتحامات. انت لازم تبقى اسلوبك اللي انت ميزت بيه باول شوط تكمل بيه، دخل فيك جبت زودت، لا. فهو بقى ايه، كور طويله طق، 5 مدافعين ما هم ملتزمين، والكرات العرضيه ما بقاش فيها تركيز كبير قوي، بقى اسهل لحارس المرمى واسهل للمدافعين. فهو دخل في لعب انجولا جرت للعبه، جرته اللعب، عشان كده ما بقولكش مش حاجه نفسيه. طيب لو مش ذهني نفسي، شو المبرر المقنع؟ بدني 5 لاعبين تغييرات، ما فيش اي تحسن. سليماني لمس الكره 4 مرات. ذهني اكيد ذهني، السيناريو صعب، راح ياثر على اللاعبين اكيد سيناريو، لانه كان متقدم في النتيجه، اهم شيء واصعب شيء قام به انه يتفوق ويتقدم، لكن بعدها رجع في النتيجه وعدلوا عليه، وخاصه الشوط الثاني اللي قلنا انه المستوى كان بعيد جدا عن مستوى الشوط الاول. لكن انا صراحه اوافق راي الكابتن محمد، يعني صعب ان تربط اللي صار اليوم مع اللي صار من سنتين، لان يعني هي تراكمات والضغط الكبير على جمال بالماضي والمنتخب، انا من اللي اعرف المنتخب الجزائريه، من الجمهور الجزائري، المطالبات الكبيره. خليني من الجمهور، من الاعلام، انا اللي نعرف في المجموعه يا مهند انه المجموعه طلعوا من خاصه الموسم والسنه اللي قاموا بها. نتكلم على منتخب من سنه كامله ما خسر ولا مباراه، تاهل في التصفيات المؤهله لكاس افريقيا هذه ولا 5 انتصارات وتعادل 1 كعلامه تقريبا الكامله، الوحيد اللي مر ب 15 نقطه. كاس العالم مؤهلات، هذا المحك مع كامل احترامي للمباراه الوديه. انا نقول انه ما نلصقوش، صعب انك تلصق اللي صار اليوم مع المنافسه السابقه، ولكن كسيناريو اكيد راح ياثر على اللاعبين، قلنا لانه كانوا متفوقين متقدمين، التفاوت في الاداء بين الشوط الاول